شكرا لكل راجل ولكل ست محترمه ما اغتابوش الزوجه والام المتوفيه، ام الاولاد، اولاد فيصل. شكرا ليكم بجد. الموضوع مش تجميع ريتش، الموضوع حق ام وزوجه متوفيه. الموضوع موضوع ان واحد متهم بيتبلى على ست والله اعلم هي كانت فين وبتعمل ايه، باقوال اهل جوزها ان هي ست محترمه والجيران ست محترمه ومنتقبه ومصليه وحافظه كتاب الله واولادها محترمين ومؤدبين ومتربيين ومصليين هم كمان. عقلي مش قادر اجيبه شمال يمين، مش قادر يصدق كلام المتهم اللي قاله. الاب، في ابهات ما بتتحملش ولا تاكل ولا تشرب ولا بتنيم. يعني اما هو بقى تخيلوا واحد قعد عنده على كلامه عشيقته 4 شهور مثلا ومعاه عيالها اللي هو اكل وشرب وعيشه وحياه، وفي الاخر على حسب كلامه ان هو اكتشف ان هي بتخونه واكتشف ان هي ست سيئه السمعه. ما هو انت يا ابني عارف ان هي اصلا خانت جوزها معاك. يعني كلام ما يعقلش. بالله عليكم ما تفضحوش وليا يا اخي، انت كده كده معدوم، انت قتلت 4 ارواح. يعني حتى خانتك او ما خانتكش انت قتلت 4. بالله عليك لو عندك ضمير او حد يعرف السر في الموضوع يطلع يقول. واكيد الحكومه المصريه ما بتسكتش. الحكومه المصريه بجد رقم واحد هتجيب لك الاخر. ده جابته في 24 ساعه واقل من 24 ساعه. وبامر الله وان شاء الله الحق هيظهر. لان سبحان الله في الفيديوهات اللي نزلتها كميه التعليقات اللي بتشهد لاحترام الزوجه والام وبيدعوا لها تقول ان الست دي ست محترمه ومستحيل تكون او عملت اللي متهمه عليه. يا رب يكون في حاجه ثانيه. في فيديو هنزله كمان شويه، الفيديو اللي نزل انا حللته وعملت سكرينات. القضيه فيها سر، القضيه فيها لغز وسر، والاثنين عند المتهم. ويا رب ما يكونش الاب اللي هو الزوج يكون ليه علاقه بالكلام ده، اتمنى. لان هو لو ليه علاقه هيبقوا عياله ال3 الملائكه المحترمين راحوا فيها، هم وامهم المحترمه اللي كل راجل بيتمنى يكون عنده ست محترمه. بتمنى ان جوزها ما يكونش ليه يد في الموضوع دوت. بتمنى يا رب ان هو هيبقى الاعدام بالنسبه له قليل، خصوصا ان كل الناس قالوا ان ست محترمه وابوه قال ان ست محترمه والجيران ادعوا لها بالرحمه. ويا ريت كل الناس مش عشان الريتش نتكلم كلام ملوش لازمه. الحكومه قالت او الناس طلعت قالت ان المتهم قال كذا، فما نطلعش نخوض بعرض ست متوفيه او حتى عايشه. احنا كلنا عندنا ولايه وما نتمناش ان حد فيهم يصلح. ربنا يسترنا على ولايانا يا رب. شير كتير الفيديو، تابع الصفحه عشان في بلاغات كتير على صفحتي. بالله عليكم متابعه كتير الصفحه، شير كتير. سلام عليكم.